ونيجي بقى لأسوأ حاجة في الايفون 17 برو ماكس، وهي بعد شهر استخدام مع الايفون 17 برو ماكس هقول لكم كل حاجة انتم محتاجين تعرفوها، الحاجات اللي عجبتني في التليفون والحاجات اللي ما عجبتنيش في التليفون. تعالوا نبدأ بالتصميم. السنة دي حصل أكبر تغيير في تصميم الآيفون يمكن من ساعة الآيفون 12 برو ماكس. دلوقتي عشان التصميم ما فيهوش حواف حادة فأنت مسكته بقت أريح في الإيد، لكن الموضوع ده مش هيفرق معاك لو أنت بتخاف على تليفونك، لأنك لو بتخاف على تليفونك هتركب له كفر، لأن هنا عيب من عيوب الألومنيوم إن هو بيتخربش بسرعة وممكن يتخبط منك ويبان عليه الوقعات، وخصوصا مع الوان اللي هي البارزه زي اللون البرتقاني واللون الازرق. لكن دي مش مشكله الايفون 17 برو ماكس، لكن اي تليفون معمول بالالومنيوم هيبقى فيه نفس المشكله، وخصوصا ان هو كمان عليه لون طبقه ملونه، فالطبقه دي سهل انها تتشال وتتخربش اسرع ويبان اللي تحتها. والفكره كمان ان مش بس الالومنيوم هو اللي فيه المشكله دي، انت لو معاك في تليفون بفريم ستانلس ستيل او حتى تيتانيوم، لو وقعت وقعه جامده الوقعه هتبان على الفريم. لكن الفكره هنا في ايه؟ الفكره ان الظهر كمان بتاع التليفون فيه الومنيوم، فدي المشكله اللي باينه او مأثره مع الناس قوي، ان الظهر بتاعه ممكن يتخربش. لكن الفكره ان التليفونات اللي قبل كده كان ظهرها ازاز، ظهري يتكسر ولا يتخربش. وبعد استخدام شهر متواصل بشكل يومي، التليفون كان تليفوني الاساسي، وقع معايا اكتر من مره من ارتفاعات مختلفه، والتليفون الفريم بتاعه والالومنيوم بتاعه ما اتخدش، ما حصلوش اي حاجه. وكمان في ناس كتير كانت بتسالني على اللون اللي بيتغير عشان الصوره اللي منتشره على الانترنت. التليفون لونه فضل زي ما هو، مفيش اي حاجه اتغيرت، لونه زي ما هو، التليفون سليم. وكل ده عشان انا بستخدم جراب. حتى التليفونات اللي كانت ازاز قبل كده كنا بنستخدم لها جراب، فانت لو بتستخدم جراب التليفون مش هيحصل له حاجه حتى لو وقع. بس خلي بالك ان انت تشتري جراب نوعه كويس. لو هتحط جراب اللي هو رفيع خالص كانك مش حاطط جراب، فانت فعلا كانك مش حاطط جراب. لو هتجيب جراب نوعه سيء فبرضه مش هيحافظ لك على التليفون. انا الجراب اللي انا اخترته هو جراب البيس اللي فيه الستراب اللي بتوقف التليفون، وانا طبعا كنت عامل فيديو كامل عن كل الجرابات اللي ابل بتقدمها للايفون 17 برو والبرو ماكس. والشاشه بتاعت الايفون هنا حجمها ما اتغيرش، الحواف اللي حواليها ما اتغيرتش، لكن التغيرات اللي فيها خلت التجربه بتاعتها احسن. دلوقتي السطوع بتاعها عالي من 2000 نتس ل 3000 نتس، وكمان الطبقه اللي على الشاشه اللي بتمنع انعكاس الضوء مع السطوع العالي خلى تجربه التليفون بره احسن بكتير، وهتقدر تشوف الشاشه بشكل احسن. لكن الفكره لو انت بتستخدم تليفونك لمده طويله بره، يعني مده ربع ساعه متواصل بره، فالسطوع ده مش هيفرق معاك قوي لان الشاشه بتاعت التليفون هتضلم، لكن تجربتها في الاستخدام اليومي هتكون احسن بكتير من قبل كده. واكتر حاجه ابهرتني في الشاشه هو الجيل الجديد من السيراميك شيلد اللي موجود على الشاشه، لان تقريبا ده اول ايفون اوصل للريفيو بعد شهر والشاشه بتاعته ما تتخدش. واحسن حاجه في كده ان انت مش هتحتاج ان انت تحط سكرين بروتكتور على التليفون، وخصوصا ان انت لو حطيت واحد فانت كده هتضيع خاصيه منع انعكاس الضوء على الشاشه. فكده الكومبو بتاع التحسنات بتاعت الشاشه خلت تجربتها احسن بكتير. وفي الاستخدام اليومي الشاشه هتكون كويسه جدا معاك، لو هتلعب جيم او هتتفرج على افلام. كمان هتاخد الوان كويسه، سطوع كويس، دايناميك رينج ممتاز. وكمان اللي هيحسن تجربه المشاهده هي السماعات، وفعلا هي اتحسنت بكتير عن الايفون 16 برو ماكس. السماعات صوتها بقى اوضح، صوتها بقى اعلى، لو انت في مكان هتحس ان الصوت بتاعها مالي المكان اكتر من ال 16 برو ماكس، والتجربه بتاعتها ممتازه. أداء التليفون في الاستخدام اليومي هيكون معاك كويس جدا، لكن الاستخدام الكويس ده مش هيبقى فارق كتير عن ال 16 برو ماكس وال 15 برو ماكس أو حتى ال 14 برو ماكس لو معاك بطارية جديدة. كل التليفونات دي هتديك أداء كويس، هتديك أداء سلس، لكن اللي هيفرق معاك في أداء التليفون هو الحرارة. وخصوصا وأنا بصور مقارنة الكاميرات ما بين ال 17 برو ماكس وال 16 برو ماكس، ال 16 برو ماكس فصل بسبب الحرارة وال 17 كان لسه شغال، كان مهنج شويه بس لسه شغال. وعشان انا بحب المقارنه تبقى عمليه فانا بختبرهم في الجيمنج عشان اشوف فرق درجه الحراره بين التليفونات كانت عامله ازاي. والسنه دي انا غيرت طريقه الاختبار ده، لان في الاول كنت بعمل اختبار على لعبه اسفلت، فقررت ان انا ابتدي اعمل الاختبار ده بلعبه جنشن امباكت، لانها لعبه تقيله فيها جرافيكس عالي وكمان فيها اداء عالي. وانا المره دي عملت الاختبار مرتين، وخليني اقول لكم ليه. اول مره اختبرت اللعبه كنت عاملها على 120 فريم في الثانية عشان أشوف أقصى الأداء بتاع التليفون، ودرجة حرارة التليفون لما بدأت الاختبار كانت 22 درجة مئوية، وبعد ساعة من اللعب المتواصل وصلت ل 40 درجة مئوية. وحبيت أشوف الرقم ده هيتقارن إزاي مع تليفونات تانية، فلما جيت أعمل اختبار على الاس 25 الترا لقيت اللعبة إنها ما بتشتغلش على الاس 25 الترا على 120 فريم في الثانية، أعلى حاجة هتوصل لها هي 60 فريم في الثانية حتى وأنا مشغل الجيمنج مود.
فعشان كده عملت الاختبار على 60 فريم في الثانيه. والاس 25 الترا بدا الاختبار كان درجه حرارته 22 درجه مئويه، وبعد ساعه من الاستخدام المتواصل درجه حرارته كانت 33 درجه مئويه. اما الايفون 17 برو ماكس لما عملت الاختبار على 60 فريم في الثانيه، بدايه الاختبار برده كانت 22 درجه مئويه، وبعد ساعه من اللعب المتواصل وصلت ل 35 درجه مئويه. طيب 35 درجه دي اعلى درجتين من الاس 25 الترا، لكن ده ما يقوليش اذا كانت اتحسن عن ال 16 ولا لا. وعشان كده برضو عملت الاختبار ده على ال 16 برو ماكس على 60 فريم في الثانيه. بدايه الاختبار التليفون كان 21 درجه مئويه، وبعد ساعه متواصل التليفون وصل ل 39 درجه مئويه. طب ده يقول لنا ايه؟ ان الايفون 17 برو ماكس بيديك نفس الحراره وهو شغال على ضعف الاداء بتاع الايفون 16 برو ماكس. اما والاثنين شغالين على نفس الفريمات، فالتليفون ده اقل باربع درجات او 5 درجات مئويه، وده تحسن كبير في اداء الحراره بتاعه التليفون، وخصوصا ان كمان الاداء بتاعه والبرفورمانس بتاعه كان كويس وما كانش بيحصل فيه اي دروب فريم. واللي اتحسن كمان هي الارقام بتاعه البطاريه، وده يجيبنا البطاريه بتاعه التليفون. في اختبار الجيمنج على الايفون 17 برو ماكس نسبة البطارية بدأتها كانت 100%، واللعبة شغالة 60 فريم في الثانية لمدة ساعة متواصل، وصلت معايا ل 85% بعد ساعة. وعلى الايفون 16 برو ماكس انا بدأت الاختبار كانت بطاريته 100%، وبعد ساعة من اللعب المتواصل على 60 فريم في الثانية بطاريته وصلت ل 77%. يعني في فرق 8% ما بين التليفونين، وده تحسن كبير جدا. واللي مهتم يعرف الاس 25 الترا بدأت الاختبار كانت بطاريته 100%، وبعد ساعة من اللعب المتواصل على 60 فريم في الثانية بطاريته كانت 80%. يعني معنى كده ان ال 17 برو ماكس مدي احسن اداء في البطارية على الجيمنج. وكمان الاداء بتاع البطارية اتحسن في الاستخدام اليومي. الايفون 16 برو ماكس انا فاكر ان هو كان بيديني ما بين 6 ل 7 ساعات استخدام. الايفون 17 برو ماكس كان بيديني من 8 ل 9 ساعات، وكمان اكتر من 9 ساعات استخدام يومي. فده يعتبر تحسن كبير في الاداء بتاع البطاريه، واللي خلاهم اصلا يكبروا البطاريه السنه دي ويخليها 5000 ملي امبير، ان هم دلوقتي شالوا الشريحه العاديه بقت شريحه الكترونيه، وكمان المكونات بتاعه التليفون حطوها في الجزء بتاع الكاميرا، وده خلى البطاريه حجمها يكبر. ونيجي بقى للكاميرات، لان انا شايف الكاميرات فيها تحسن كبير جدا عن قبل كده، وكمان فيها عيوب مستمره لحد دلوقتي. انا طبعا كنت عامل مقارنه كاميرات ما بينه وبين ال 16 برو ماكس والاس 25 الترا، اتكلمت عن كل حاجه ليها علاقه بالكاميرات بالتفصيل، تقدروا تشوفوا الفيديوهات دي. وكمان في التصوير الاحترافي انا عملت بينه وبين الاس 25 الترا، قارنت بينه وبين اللوج واللوج 2 والابل برو ريز رو اوبن جيت، كل الحاجات دي برضو اتكلمت عنها بالتفصيل، تقدروا تشوفوا تفسير وتحليل اكتر للكاميرات في الفيديوهات دي. اما دلوقتي انا هقول لكم على الحاجات اللي اتحسنت في الكاميرات والحاجات اللي ما اتحسنتش ومش عاجباني. اول حاجه وهي اكتر حاجه ابهرتني هي الكاميرا السيلفي، وانا شايف ان دي من اعظم كاميرات السيلفي اللي موجوده دلوقتي في اي تليفون. الوان احسن ولون بشره احسن. والكاميرا السيلفي بتاعت الايفون 17 برو ماكس هي اكبر كاميرا سيلفي شفتها من ناحيه الوسح او المشهد اللي بتصوره، ده غير كمان الثبات بتاعها في تصوير الفيديو فعلا ابهرني، ويمكن كمان احسن من الثبات في تصوير الفيديو بتاع الكاميرا الرئيسيه. وطبعا ان انت تمسك التليفون بالطول وانت بتصور بالعرض زي ما انا عامل كده، ده خلى التجربه احسن بكتير، وكمان بيديك فيو وشكلك في الكاميرا وانت باصص لها احسن بكتير لما تمسك التليفون بالعرض. وتاني كاميرا اتحسنت هي الكاميرا التليفوتو اللي بقت 48 ميجا بكسل، وفيها درجتين من الزوم، 4 اوبتيكال زوم و8 سيمي اوبتيكال زوم، لكن هي فعلا هي كروب سنسور زوم. وخلينا اشرح لكم يعني ايه، عشان في ناس كتير متلخبطه ما بينها ومش فاهمه ايه الفرق ما بين السيمي كروب والاوبتيكال والديجيتال. دلوقتي انا عندي عدسه، العدسه دي 50 ام، بتديني درجه زوم معينه على الكاميرا الفول فريم. زي مثلا هنفترض ان الفريم اللي انتوا شايفينه ده متصور بالعدسه دي على كاميرا فول فريم. دلوقتي لو خدت نفس العدسه دي وحطيتها على كاميرا كروب سنسور، يعني السنسور بتاعها اصغر من الفول فريم، هتدينا درجه زوم اللي هي دي. وده ما حصلش ان هو عمل ديجيتال زوم في الكاميرا، ولا هو عمل زوم اكتر على العدسه، لكن عشان حجم السنسور اتغير وصغر. وده اللي حصل في الكاميرا التليفوتو. الكاميرا التليفوتو هي 4 اوبتيكال زوم، ده اوبتيكال صريح. اما ال8 زوم ده فهم بيصوروا الصورة بجزء اصغر من السنسور بتاعها، والجزء ده هو 12 ميجا بكسل من السنسور ال 48 ميجا بكسل. لكن انت دلوقتي انت بتاخد صورة كاملة 12 ميجا بكسل. وخلي بالكو الكاميرا التليفوتو بتاعت ال 16 برو ماكس كانت برضو 12 ميجا بكسل، فانت بتاخد صورة 8 من غير ما تخسر اي ميجا بكسل
عن اي تليفون قبل كده. اتمنى اكون انا بسطتها لكم وفهمتوا الموضوع بشكل احسن. دلوقتي الاداء بتاع الكاميرا التليفوتو، الاداء بتاعها انا شايف ان هو اتحسن بشكل كبير في تصوير الصور وكمان في تصوير الفيديو، فيها نويز اقل، فيها تفاصيل اكتر، حتى كمان لما تيجي تعمل على ال8 زوم بتاعها. مشكله تانية كمان في الايفون هو الصفار اللي موجود والوايت بالانس المايل للاصفر، وده لاحظته بشكل كبير خصوصا في الصور بتاعه الصبح وكمان الصور اللي في الاضاءه الضعيفه. ودي للاسف مفيش حل ليها غير ان انت تعدل على الصور بعد ما تصورها او تستخدم الفوتوجرافيك ستايل. لكن بشكل عام انا شايف ان الاداء بتاع التليفونات في تصوير الفيديو، تصوير الصور، تصوير كمان صور البورتري، الاداء بتاعها كان كويس جدا، العزل بتاعها كمان كان كويس جدا، تصوير الفيديو السينماتيك برضو الاداء بتاعه كان ممتاز. دلوقتي تقدر تصور فيديوهات بكاميرتين في نفس الوقت من تطبيق الكاميرا نفسه، وانت بتصور تقدر تقلل ما بين الالترا وايد والوايد والتليفوتو. لكن اكبر فرق بعد الكاميرا السيلفي في التصوير ما بينه وبين ال 16 برو ماكس هو التصوير الفيديو الاحترافي بالانماط الجديده. لان انت دلوقتي تقدر تنزل تطبيق فاينل كات كاميرا مجانا، تقدر تصور فيديوهات برو ريز على ابل لوج 2. واللوج 2 انا شايف ان الاداء بتاعه كمان احسن بكتير من اللوج 1 بتاع الكاميرا نفسه. اول حاجه لان اللوج 1 انا خدت بالي ان الاضاءه بتختلف حتى والفيديو ثابت وكل حاجه ثابته. تاني حاجه على ابل لوج 2 كمان الفريم بتاعك بتاع التصوير اوسع من اللوج 1، وكمان الالوان فيه احسن وتفاصيل فيه احسن من اللوج 1. وانا شايف نفسي ان انا اقدر استخدم الوضع ده في التصوير بتاعت الفيديوهات بتاعتي دي، وكمان حتى ممكن استخدمه كبي كام للكاميرا بتاعتي الرئيسيه. بس انا محتاج اشوف بس هحطها فين. حاجه كمان تقدر تعملها هي البرو ريز رو اوبن جيت، ودي بتديك فريم اوسع كمان من اللوج 2. فانت دلوقتي لو انت بتصور بيها مش هيفرق معاك ان انت تصور فيديو بالطول او بالعرض، لان انت ممكن تصور اوبن جيت وتاخد الاثنين من نفس الفيديو. وغير كده ان انت حريه التحكم في الالوان والوايت بالانس وكل ده. ونيجي بقى لاسوأ حاجه في الايفون 17 برو ماكس وهي سوفت وير. الاي او اس 26 انا شايف ان هو ده اكتر اي او اس طالع مش جاهز ان الناس تستخدمه، وخصوصا بالواجهه الجديده بتاعته اللي هي الليكويد جلاس بتاعته والايقونات بتاعت الليكويد جلاس. لان من اكتر الاسئله اللي جات لي الفتره اللي فاتت انا ليه جايب تليفون جديد والتليفون بيعلق وبطيء معايا، والمشكله كانت ان هما مستخدمين الايقونات الجديده اللي هي بالليكويد جلاس. الايقونات دي بتقل التليفون بشكل كبير وكمان بتعلق في الاستخدام. فانا قررت ان انا استخدم التليفون على الايقونات العاديه، وفعلا اداء التليفون اتحسن بشكل كبير وبطل يعلق معايا. ودي النصيحه اللي انا بديها لاي حد بيسالني ليه التليفون بيعلق معايا، ما تستخدمش الايقونات الشفافه في التليفون. تاني مشكله في السوفت وير هو الاداء بتاع الذكاء الصناعي اللي ابل وعدتنا بيه من سنتين ولحد دلوقتي لسه ما شفناهوش. ولو عايزين اعمل مقارنه ما بين الاداء بتاع الايفون والاس 25 الترا في الذكاء الصناعي في حاجات مختلفه، اكتبوا لي تحت في التعليقات عشان اعمل الفيديو ده. ومشكلتي كمان في الذكاء الصناعي هي سيري، لحد دلوقتي ما اقدرش اعتمد عليها في اي سؤال او حتى انها تعمل لي اي حاجه. لكن هل معنى كده ان السوفت وير كله وحش ما فيهوش حاجه حلوه؟ انا شايف ان التغيير في الواجهات كان حلو جدا، وده اكبر تغيير حصل من ساعه الاي او اس 7. وكمان حاجات كتير اتحسنت زي مثلا تطبيق الصور اللي كان بايظ خالص على الاي او اس اللي فات، هنا اتحسن بشكل كبير جدا. وانا عاجبني الواجهه بتاعه الليكويد جلاس في القوائم، في الاستخدامات، في الاعدادات، لكن مش في التطبيقات والايقونات بتاعه التطبيقات. وانا كنت عامل فيديو اصلا على اكتر من 100 تغيير في الاي او اس ما بين الاي او اس 18 والاي او اس 26، تقدروا تشوفوه برضو. ونيجي بقى لاهم سؤال، هل الايفون 17 برو ماكس يستاهل ولا لا؟ انا شايف ان هو فعلا يستاهل. التليفون ده من احسن التليفونات اللي تقدر تجيبها دلوقتي لو انت عايز تشتري ايفون. ولو انت كمان بتحدث من تليفون قديم مثلا ايفون 11 12 او حتى 13، انا شايف ان هتحس بفرق كبير جدا ما بينهم وبين الايفون 17 برو ماكس. لكن لو انت جاي من ال 16 وال 15 انا مش شايف ان الفرق يستاهل ان انت تخسر في تليفونك وتشتري تليفون بسعر اغلى بكتير عشان تاخد الفروقات دي، الا لو الفروقات دي فرق معاك. يعني مثلا لو انت بتستخدم التليفون في الجيمنج كتير والحراره فرق معاك والبطاريه، استخدامك تقيل في التليفون فانت عايز بطاريه احسن، تليفون يستاهل. لو انت عايز تليفون عشان تستخدمه في التصوير الاحترافي فده احسن تليفون ممكن تاخده. لكن انا من رايي الشخصي احسن قيمه لايفون موجوده دلوقتي هي الايفون 17، لانه بيديك كل حاجه انت محتاجها والحاجات الاساسيه اللي انت محتاجها من التليفون. الكاميرا السيلفي الكويسه، كاميرا وايد والترا وايد كويسين جدا، اداء بتاع التليفون ممتاز، الشريحه الجديده، كمان سرعه تردد شاشه العاليه، السيراميك شيلد الجيل الثاني على التليفون، والظهر بتاعه لسه ازاز ما فيهوش الالومنيوم الا على الظهر. فانا شايف فعلا ان احسن قيمه للتليفون تجيبه هو الايفون 17. لكن لو عايز احسن تليفون باحسن حاجه الايفون 17 برو ماكس. ما تنسوش تكتبوا لي رايكم تحت في التعليقات، لو عندكم اي استفسارات برضو اكتبوها لي تحت، تعملوا لايك وشير، تابعوني ان شاء الله اشوفكم الفيديو الجاي. السلام عليكم.